ال 100 جرام ميليسيا، 100 جرام حشيشه الدينار، 100 جرام بنفسج. وصفه الكهرباء الزايده في المخ. ناس كتير قوي اتصلت الحلقه اللي فاتت عندها اطفال عندها كهرباء زايده في المخ، بقول لهم ابشروا ابشروا ابشروا، الموضوع بسيط جدا. 100 جرام ميليسيا و100 جرام حشيشه الدينار و100 جرام بنفسج، هنطحن كله على بعض وناخد معلقه على كوبايه ميه ونغليها كويس، وبعد ما نغليها كويس معذره اقول طريقه الاستعمال تاني سامحوني. 100 جرام ميليسيا، 100 جرام حشيشه دينار، 100 جرام بنفسج. طريقه الاستعمال معذره انا اسف، هناخد الثلاث اصناف ما نطحنهمش، لا هنحاول ان احنا نهريهم باليد، مش في الخلاط. يعني هري يعني ايه؟ يعني هري بسيط كده. بعد كده من المخلوط من الثلاثه باخد معلقه كبيره، معلقه شاي، معلقه اكل، المعلقه العاديه، واحطها في كوبايه ميه، يعني مج ميه ولا حاجه. وبعد كده بسيبها منقوعه من 12 ساعه ل 24 ساعه فاكثر، يعني من 12 ساعه فاكثر منقوعه. وبعد ذلك احاول اغليها في نفس الميه غليا جيد، غلي جيد جدا 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 جدا. بعد كده اديها له مره على الريق لو حالته بسيطه، ولو حالته تعبانه جدا بقى يبقى اخد مره على الريق ومره قبل النوم، هيتحسن جدا 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 باذن الله عز وجل. هديله برضه، هدي المريض بالكهرباء الزايده في المخ، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، حبوب لقاح بحيث ان هو ينشط خلايا المخ، اعمل له حجامه برضه هيتحسن جدا باذن الله عز وجل. بعد كده تساقط الشعر، والناس كلها للاسف عاوزه موضوع تساقط الشعر، وناس كتير جدا بتسال الموضوع ده، يا ريت ننزلها على الهواء يا استاذ امجد.